وبيبدا الفيلم بالظابط سينج. المساعد بيقول له مصيبه يا فندم، الطياره اللي كانت طالعه تدريب وقعت داخل حدود الصين ومفيش اي اثر لسواق الطياره. الظابط كاران بيقول له بلغ الصينيين بالموضوع. بيقول له المشكله يا فندم ان الطياره وقعت في البحر وده كان بسبب قوه المطره. بيقول له يا نهار اسود، كده الصينيين هيفكروا ان احنا باعتينه يتجسس عليهم، وانت عارف تعذيب الصينيين للجواسيس اللي بيمسكوهم، سيب لي الموضوع ده وانا هتصرف. وفعلا بيروح للوزير بيقول له يا فندم احنا في مشكله. بيحكي له اللي حصل. بيقول له ايوه يعني ايه المطلوب؟ بيقول له نكلم الصينيين نفهمهم اللي حصل ده كان مجرد حادث. بيقول له ما ينفعش نكلمهم، لو كلمناهم هنقلل من عظمه الهند. بيقول له يا فندم ده ظابط من رجالتنا. بيقول له يبقى واحد من رجالتنا ولا مصلحه البلد؟ بيقول له اكيد مصلحه البلد يا فندم، ولكن اللي اتمسك ده ظابط في القوات الخاصه. كاران وحش مفترس، تدريبات بالليل قبل النهار، وسط الغابه زي الاسد، وسط الصحراء زي الافعى، فما تقوليش يا فندم ده مجرد جندي. هو بيسيبه ويمشي. وفعلا الصين بيعلنوا انهم مسكوا جاسوس هندي وبيبداوا معاه تحقيق. الظابط بيقول له احنا مش عايزين نعذبك، فاعترف لنا انك جاسوس بالذوق. بيقول له خف كلام بوشك اللي عش اسد ده واسمع اللي حصل. انا كنت في حصه تدريب بالطياره، ما قدرتش اسيطر عليها فوقعت عندكم في البحر بالغلط. بيقول له الطياره ما فيهاش اي خدش، وهات من الاخر واعترف. بيقول له انا قلت لك اللي فيها، واعلى ما في خيلك اركبه. وفعلا بيركبوا خيله يا صديقي وبيبداوا تعذيب فيه. بيخلوا الكرسي في النص بالشكل ده وبيربطوا خيط شديد، ومش هقول لك فين يا صديقي علشان ما تزعلش. وفي الخيط ده بقى بيكون فيه كوره، بيقعدوها على الكرسي وبيشدوا الكوره، ولك ان تتخيل كميه العذاب يا صديقي. وبياخدوه ضرب على رش ميه علشان يعترف، ما بيعترفش، فبيقرروا ياخدوه بعيد بعيد علشان يعدموه. تفتكر انهم هيعدموه يا صديقي؟ لا والله. وهم في الطريق كاران بيخطط لهم، وفي الوقت المناسب بيبدا ينفذ، بيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيشد الفرامل. العربيه بتتقلب وهو بينط من عليها ولا بيحصل له اي خدش. بيخش الغابه وبيكون في طريقه لحدود الهند. في الوقت ده بيظهر معانا اي كي، بيخش للنائب وبيقول له ازيك يا عمي، انا طالب ايد بنتك سمرت. بيقول له اخرج بره بيتي حالا، انا ما عنديش بنات للجواز. بيقول له امال عندك بنات للعب؟ مش مشكله اخدها من غير جواز. وبعدين يا عمي ما تزعلنيش، انا ممكن اقتلك حالا. بيقول له رد يا حضره الضابط. بيقول له عايزني اقول لك ايه؟ ده راجل مقتدر هيقتلك انت ورجالتك، وعد مني مش هتدخل ولا هقبض عليك وانت ميت. في الوقت ده بتخرج له سمرات وبتقول ايه اللي لم الشياطين عندنا، تصدق ان وش عربيتك احلى من وشك؟ بيقول لها يا سلام، هتبريها هديه جوازنا. بتقول له جزك جزار بسكينه حاميه بعيد. بيقول شايفين يا رجاله شرسه بس بموت فيها. بقول لك ايه، ما تتعبيش نفسك، محدش هيتجوزك غير يا بطايه بلد انت. بتقول له يبقى بتحلم يا جعان، اوعى تفكر اني ممكن اوافق. ابوها بيقول لها خش جوه يا بنت انت. اي كي بيروح له وبيقول له تسلم، لا راجل بتفهم، انت عارف اسهل حاجه عندي القتل، كنت قادر اخطفها واتجوزها واقتلكم كلكم، بس انا قلت الطيب احسن. بيسيبه ويمشي. سمرت بتحكي لصاحبتها اللي حصل. بتقول لها طب وانت هتعملي ايه؟ بتقول لها على جثتك اتجوز ابو عين مسلوخه الشراني ده. بتقول لها ازاي يا بنتي؟ انت عارفه ان محدش في البلد بيقدر يكسر له كلمه ولا يرفض له طلب، ده شخص مجرم وممكن يقتلكم كلكم. بتقول لها انا مستحيل اتاخد كبش فدا، انا هسيب البيت واهرب. وفعلا بتجهز حاجتها، وعلى 5:15 الصبح يا صديقي بتودع اهلها وبتهرب. ولكن رجاله اي كي بيكونوا قاعدين لها قدام البيت، بيشوفوها بقى بيجروا وراها. بتفضل تجري منهم كتير لحد ما بيمسكوها، بتهرب منهم تاني بيكونوا خلاص هيمسكوها، فبتخبط في الوحش العنيف كاران. بتقول له وحياة امك انقذني منهم. القائد بتاعهم بيقول له هات البنت يلا. بيقول له بص انا لا اعرفك ولا اعرفها وما يهمنيش انقذها منكم، وما عنديش مانع اطلع غل العذاب اللي كنت بتعذبه فيكم، فالافضل ليكم تسيبوا البنت وتمشوا. بيقول له نمشي فين؟ خش عليها زيكو. زيكو بيخش فبيديله ركله خلفيه. في الوقت ده كلهم بيهجموا عليه. تفتكر ان ده هيفرق معاها صديقي؟ لا والله. بيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني وكران شغال الله ينور برجليه. ما تقولش غزال في غابه، بيخلص على اللي جوه ولكن اللي بره بيكونوا كتير جدا. تفتكر ان ده هيفرق معاها صديقي؟ لا والله. الواد ولا حاجه موقفاه. ادعك ابو كران يا جامد. في الوقت ده سمرت بتعجب بيه جدا، وهو بيخلص عليهم كلهم بيسيبها ويمشي. بتروح وراه وبتقول له انت واقف تعمل ايه هنا يا عم بروسلي؟ هو انت واقف بثقه علشان ال20 اللي ضربتهم؟ لو فضلت واقف مكانك هيجي رئيسهم ومعاه اكتر من 200 راجل. بيقول لها ولا يشغلني 2000. بتقول له وحياة امك بلاش فتحه الصدر دي ويلا بينا من هنا. وبيركبوا هما الاثنين الاتوبيس ده. في الوقت ده اي كي بيكون ساحب اكتر من 500 واحد من رجالته. صاحبه بيقول له هزعل قوي لو هربوا من القريه قبل ما نمسكهم. بيقول له ما تقلقش انا عارف هما فين دلوقتي. وسمرت وهي في الطريق بتفضل ترغي مع كران وهو ولا معبرها. بعدها بتفضل تدعي تخرج من القريه قبل ما يمسكوهم. وفعلا بيخرجوا من القريه ومره واحده بتقلع هدومها. يا واطيه وربنا كنت فاكرها محترمه. المهم بتقلع هدومها وبتكون في منتهى السعاده وبتقول له انا عارفه اني رغيت معاك كتير بس ده بسبب خوفي، ولكن دلوقتي انا مش خايفه، بس انت شكلك مش من القريه عندنا. بيقول لها بالظبط كده انا من قريه تانية. بتقول له علشان كده ما كنتش خايف من اي
ايكي. ومره واحده بيلاقوا ايكي ورجالته سادين الطريق، وبيبعت واحد من رجالته ياخدوهم من الاتوبيس، وفعلا بيخرجوا معاهم. وايكي بيقول لكران نفسك في حاجه قبل ما تموت؟ بيقول له انت ورجالتك باسلحتهم ما تعرفوش تعملوا معايا حاجه. هو بالنسبه للبت دي انا ما اعرفهاش. بيقول لها شايفه الحارس اللي انت هربت معاه اهو باعك في ثانيه. بتقول له انا ربنا خلقني علشان اعرف قذراتك للناس وافضحها. بيقول لها بعد ما نتجوز هتحلفي بحياتي قدام اهل القريه كلهم وتتمني لي الرضا ارضى. في الوقت ده كران بيجري على رجالته وبيديله الاندر بوكس في وشه وبياخدها وبينزل الميه. بيحاولوا يقتلوهم ولكن بيهربوا منهم. في الوقت ده بيلمح واحد من اللي واقفين بيضحك، بيخرجوا من عربيته وبيقول له انت بتضحك على ايه؟ علشان ضربني وهرب صح؟ طب خد دي علشان تضحك كويس. الكل يسمع الكلمتين دول. بالنسبه للحيوان اللي ضربني وهرب هجيبه وهشنقه قدام عيونكم. في الوقت ده كران وسمرات بيمشوا مع الطيار لحد ما بيقفوا في الغابه. بيقول لها مين هو الشخص ده؟ بتقول له امريت كوال سينج، اتولد في ليله غبره كان غايب فيها القمر، ابوه كان راجل قذر علشان كده الناس بتقول شيطان ابن شيطان. عندك مثلا من اسبوع ضابط جديد جه القريه، حاول يوقفوا عن سرقه الخشب من الغابه فحطوا على المنشار قسموا نصين. اهل الضابط عرفوا اللي حصل ولكن محدش قدر يقف في وشه بسبب الجيش اللي في ظهره. بيستغل الشباب من صغر سنهم، بيخليهم يدمنوا المخدرات علشان يبقوا تحت اوامره، شغال في كل حاجه واي حاجه تضر الناس، حتى الادويه هو المتحكم فيها، بعد ما بتنتهي صلاحيتها بيبيعها للناس، حتى علاج البهايم بيستخدمه كمخدر للشباب، لو اي حد قال كلمه ما عجبتهوش بيكون مصيره الموت. حتى رجاله الشرطه كلهم في جيبه، مسيطر على القريه بالكامل ومحدش قادر يوقفه. بيقول لها بس انت النهارده كسرتيه وما نفذتيش كلامه. بصي الشخص اللي زي ده قوته مش في فلوسه، قوته الحقيقيه في خوف الناس منه. بعد اللي حصل النهارده هيعمل المستحيل علشان يقتلني قدام الناس، علشان الكل يفضل خايف منه ومحدش يتجرأ عليه. انا بقى لازم اخلص الناس من شره. بتقول له انت واحد من مدينه تانية خالص، ليه تدخل نفسك في مشاكل؟ بيقول لها انا اتهمت ظلم وكنت مسجون في دوله تانية لمده سنه كامله، كنت محبوس في اوضه اكلي شربي حمامي فيها وهما كانوش يخلوني انظف مكاني، كنت عايش وسط القذرات. في الوقت ده عرفت ان الاشخاص القذره اللي في بلدي هم اللي سابوهم يعملوا فيا كده. لما نخلص من ايكي وامثاله هيجي ناس بدالهم تعرف القانون وتطبقه صح، ولذلك لازم ابدا الحرب داخل البلد قبل ما ابدا الحرب بره. ومن النهارده الحرب بدات، يلا بينا. احنا هنمشي 3 كيلو لحد ما نوصل لمخرج الغابه، ولكن هنصبر شويه علشان اكيد ايكي هيحط لنا هناك رجالته. وفعلا ايكي بيحط لهم رجاله وبيخش للشرطيين اللي في الغابه بيقول لهم عايزكم تقلبوا الغابه عليه واياكم تقتلوه، انا عايزه عايش. وبيخش هو كمان الغابه يدور عليهم. بيقول لرجالته احنا هنتقسم 3 مجموعات وكل مجموعه تروح في اتجاه، واللي يلاقيه فيكم يمسكه، اياكم حد فيكم يضربه بسلاح، انا عايزه عايش. وفعلا كل مجموعه بتروح في اتجاه وفي مجموعه بتكون قريبه منهم، ولكن كران بيستخبى. في الوقت ده سمرت بتشوف تعبان على الارض فبتصرخ، العصابه بيشوفوهم فبيفضلوا يجروا وراهم على امل انهم يمسكوهم، ولكن ما يعرفوش انهم في مواجهه كران ملك الغابه. بينقض عليهم من فوق الشجره زي الاسد وبيبدا يكسر في عظمهم واحد ورا التاني، ولكن بيكونوا كتير عليه ولا بيفرق معاه. بيطلع الحزام وكل واحد فيهم بياخد ضربه بينام مكانه. في الوقت ده بيخرجوا له آلة حاده. تفتكر انهم هيقدروا عليه يا صديقي؟ لا والله، بيستخدم اسلحتهم ضدهم وبيبدا يشرح فيهم يمين في شمال. وعلى وضعك ابو كران بيخلص عليهم وبياخد الجهاز اللاسلكي منهم وبيطلع لسمرات على الشجره بيلاقيها بتعيط. بيقول لها في ايه يا بنت مالك؟ بيعرف انها خايفه فبياخدها في حضنه. في الوقت ده ايكاي بيتكلم في الجهاز وبيقول حد لقاه فيكم يا رجاله؟ بيرد عليه كران وبيقول له حط الكلمتين دول حلقه في ودانك او في ودنك مش هتفرق، اللعب معايا خطر، انت مجرد مجرم محلي، اللي زيك انا بتدرب عليهم، فخد شويه الكلاب اللي انت جايبهم وارجع مكان ما جيت، علشان لو فضلت بيهم في الغابه هيموتوا واحد ورا التاني زي اللي قبلهم. بيقول له تصدق خوفتني، انا بحس بمتعه وانا بقتل اي شخص عنيد شبهك. بيقول له للمره الاخيره لم الجثث اللي تحت دي ولو ما بعدتش عن سمرتها خلص لك على باقي رجالتك. وفعلا بيروح يشوف رجالته كلهم ميتين. الظابط بيقول له ده وحش مفترس، هنحتاج رجاله كتير جدا عشان نمسكه، لازم نرجع نجيب رجاله ونيجي تاني. وفعلا بيمشوا من الغابه وكرم بيعمل خيمه لسمرت تنام فيها والبت ما بتشيلش عينها من عليه. ايوه يا صديقي وقعت في حبه. بتقول له هو انت مين؟ بيقول لها ظابط صاعقه او كن او ما زلت مش عارف. تاني يوم بيتمرن كالعاده وبيلاقي كاي بيكلمه بيقول له امبارح كنت بتهددني، حابب اقول لك خلي بالك من نفسك والا النهارده بالليل هتلاقي نفسك متعلق من رجلك وسط اهل القريه كلهم. بيقول له ما تحاولش تيجي ناحيتي والا هقلع لك عينيك واركب لك بدلهم عيون حمير، ولو قلبك جايبك ابدا اللعب ووريني نفسك. بيقول له فعلا انا بدات اللعب، هو كمان جايب لك كام كلب هيروقوا عليه. بيقول له ليه جبت كلاب؟ كفايه وجودك في الغابه. بيقول له على اخر النهار هنعرف مين فينا الكلب الحقيقي. وبتبدا اللعبه
يا صديقي. كرم بيروح علشان ياخد سمرت من الخيمه ولكن ما بيلاقيهاش موجوده. بيتخض عليها بيلاقيها واقفه بعيد وبتقلده وهو بيتخانق. بتلمح واقف بيتفرج عليها فبتروح له بتقول له في ايه يا عم؟ هو انت ليه ما بتضحكش خالص؟ بيقول لها لان مفيش حاجه تضحك. كويس انك بتتعلمي علشان تعرفي تدافع عن نفسك. بتقول له ادافع مين؟ وانت بتسيب لي حد اضربه؟ وبعدين انا حبيت اقلدها، مش محتاج اضرب حد، وانت معايا بحس ان قلبي مرتاح ومطمن. بعدها بتحس الكلام وبتتكسب. لا وشك كسوف يا بنت. المهم الوزير بيكلم قائد كران وبيقول له الظاهر ان كران بقى واحد من رجاله الصين ماشي يقتل في الناس وبقى فتوه، ودلوقتي خطف بنته وهرب بيها على الغابه. قبل ما يعمل اي حاجه تاني خد قوه وروح اقتله فورا. بيقول له من غير تصريح يا فندم. بيقول له انا خلصت كل حاجه، نفذ الامر والا هبعت قوه تاني من الجيش. ويكي كمان بيتصل بمجرم عالمي بيقول له هبعت لك صوره واحد عايزك تخلص عليه. الوزه اللي معاه بتقول له ما تتاخرش هتوحشنا حبيبي. بيقول لها وانت كمان يا روحي. هو بيكون سايب لها قنبله في البيت فبيخرج بره ويفجر بيها البيت بالكامل. وبكده بقوا رجاله ايكي ومجرم ما يعرفش الرحمه ورجاله الشرطه وفرقه من القوات الخاصه، كل دول بيدوروا على كران علشان يقتلوه. تفتكر انهم هيقدروا عليه يا صديقي؟ لا والله، وهم بيدوروا عليه بيكون عامل لهم فخاخ في كل مكان في الغابه. كل ما بيتقدموا خطوه بيقعوا في فخ مختلف عن اللي قبله وكل شويه عددهم ينقص. في الوقت ده ايكي بيشوف حته قماش بتكون مقطوعه من قميص سمرات بيشمموها للكلاب، فالكلاب بتدلهم على طريقهم. بيفضلوا يجروا وراهم ولكن كرم بيهرب منهم. بيتفرقوا كل مجموعه في مكان وكرم بيخبي البيت وبيقول لها خليكي مكانك وبيرجع لهم تاني. بينط على اول اتنين بركله مزدوجه. باقي المجموعه بيكون معاهم سكاكين ولكن على مين؟ احنا معانا كران ابن الكدابين. بيخش يخلص عليهم واحد ورا التاني. في الوقت ده الكل بيتجمع عليه وايكي بيفضل يضحك وكران ولا فارق معاه. بيستمر تقطيع فيهم وبيكون مسيطر، ولكن ابن الهرمه ده بيرفع عليه سلاح وبيضربه بطلقه في جنبه. ايكي بيقتل الشخص ده لانه عايز كران عايش. وسمرت بتخرج من مكانها بتتجنن عليهم وبتفضل تشرح فيهم وهي بتعيط. رجاله ايكي بياخدوها وبيقول لكرم مين فينا اللي كسب. بيقول له الصيادين ما يقدروش على الاسد حتى لو كان الاسد جريح، وانت حتى ما حصلتش كلب صيد. بيقول له كلامك ضايقني وكمان جرحني، يرضيك اتجرح؟ بيقول له ما يرضينيش لانه قريب مش هجرحك، هقطع رقبتك بالكامل. في الوقت ده بياخده جري وبيرميه من فوق لتحت الشلالات اللي بيكون عمقها مئات الامتار. بيفضل ينزل كتير لحد ما بيقع في الميه. سمرت ما بتكونش مصدقه. هو واحد من رجالته بيقول له بس يا ريس انت وعدت الناس انك هتقتله قدامهم. بيقول له بسيطه. بيكسر عظم واحد من رجالته وبيربطه على العربيه على اساس ان هو كران. المهم ابوها بيكلم ابن اخوه في كندا وبيقول له الخطه فشلت يا ابني، رجاله ايكي خطفوا بنتي. يعني يا صديقي ابوها ما كانش هيجوزها لايكي، كان موافق لحد ما يهربها لكندا وتتجوز ابن عمها. المهم الشخص ده بيكون سامع المكالمه وبيتصل بايكي بيعرفه اللي حصل. فايكي بيخطف عيلتها بالكامل وبيحطهم في عربيه وبيقول لها بص كده شوف اللي هيحصل. هو بيقتل عيلتها بالكامل يا صديقي قدام عينيها. بعدها بيقول لها ايه رايك؟ هتتجوزيني بكره ولا تنامي في حضن رجالتي كلهم؟ هسيبك تفكري. بعدها بيعلق الشخص اللي المفروض هو كران قدام اهل القريه كلهم. هو بيقول اسمعوا اهل البلد زي ما وعدتكم وهو فت بوعدي وعلقته زي الذبيحه وكمان رجعت حبيبه قلبي وبكره هيكون فرحي واياكم واحد فيكم ما يجيش الفرح. في الوقت ده صاحبتها بتقول لها ابوس ايديكي وافقي على الجواز منه، المره دي مش هتسلمي من شره. بتقول لها مستحيل اوافق لاني متاكده ان كران هيجي ينقذني منه. بتقول لها يا بنتي ازاي واحد ميت هيجي ينقذك؟ بتقول لها هيجي وانا متاكده من كلامي. وفعلا يا صديقي هو ده اللي بيحصل. كران بيكون في الطريق علشان ينقذها هي وكل اهل المدينه من ظلم ايكي للابد. المهم بيروح عند بيت ايكي اللي بيكون عليه مئات من الحرس. بيطلع فوق وبينزل على اول واحد بركبه فرديه بيشيله وبينزل عليه DDG بيكسر بيه الترابيزه. بيخش على التاني بياخد منه السلاح وبيرقده مكانه. في الوقت ده بيضربوا عليه بالسلاح الناحيه التانيه بيطير في الهواء ولا رصاصه بتيجي فيه. وانا كمختار مصدق لاني عملتها قبل كده. المهم بيرفع عليهم السلاح وهي واحده اتنين تلات طلقات بتلات رجاله. اللي بعده يا هناه يا سعده. بيطلع فوق وبيأزأز في الرجاله واحد ورا التاني. في الوقت ده ايكي بيشوف صديق عمره مات فبيعرف ان كران لسه عايش وكران بيكون مستمر في تدمير رجالته. بيخلص عليهم وبيبدا يدور على ايكي. بيقول له ايه بتدور عليا صح؟ لسه علشان توصلني وتاخد الاميره لازم تتخطى مرحله الوحش العنيف ده. سمرت بتقول له كران قتل عيلتي قدام عينيا. بيقول له يا عم ما تركزش معاها دي حاجه بسيطه، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ المهم عدي المرحله دي لو عرفت وابقى تعالى لي. المجرم بيخش عليه سخن ولكن على مين؟ كران بيضربه اول بوكس وبيكون الاخير يا صديقي. الواد بيدخله الحمام بيحميه وفي البانيو بيرميه. بيخرجه على الصالون بيغديه ومن الشباك بيرميه. بينزل وراه. في الوقت ده كران بيفوق له وبيبدا يتشقلب عليه يمين في شمال
الشمال وبيكسر له جسمه بالكامل. تفتكر ان الموضوع خلص يا صديقي؟ لا والله، بيجري عليه بيخبطه على الارض وبيمسك رقبته وبيفضل خانقه لحد ما يموت. AK بيكون خلاص هيهرب ولكن بيجري عليه وبيديله الاندر بوكس على الطاير. لا تقول لي شيشه ولا سجاير. بيحمله على العربيه زي الخروف وبيروح بيه قدام اهل القريه كلهم اللي بمجرد ما بيشوفوه بيخشوا بيوتهم. كرم بيفضل يلطش فيه يمين في شمال. في الوقت ده الناس بتبدا تخرج والكل بيبدا يحس بالامان. بيقول لهم هو ده اللي كان راعبكم، خوفكم منه هو اللي كبره ووصله للمرحله دي. وبيلسعوا قلم. الحيوان كان بيخوفكم ب20 راجل، انتوا كنتوا تقدروا تجمعوا قصاده 200 راجل، وساعتها هتشوفوا مين هيخاف من التاني. وبيلسعوا واحد كمان، السعوا واحد كمان علشان خاطر صديقي ينبسط. ايوه تسلم. وانت كمان السعيه واحد علشان صديقتي تتبسط. ايوه كده حلو قوي. مبسوط يا صديقي؟ مبسوطه يا صديقتي؟ في الوقت ده الشرطه الداخليه بتحضر وبيرفعوا عليه سلاح، ومن الناحيه التانيه القوات الخاصه بتحضر وبيرفعوا عليهم سلاح. قائد كرم بيقول لهم قيادتكم فاكره ان كل شخص لابس زيكم هيبقى متخلف زيكم، ولكن الناس ما زالت تثق فينا، وكران اثبت الثقه دي. احنا في ظهر الشعب وهنفضل نحمي الشعب. بيقول له القضيه داخل البلد تخصنا، بيقول له الشعب في حمايتنا، وكران واحد من رجالتنا والبلد بلدنا. كران اعمل مع المجرم ده اللازم. بيروح لسمرت بتقول له ايه اللي هيحصل؟ بيقول لها هتحاكم محاكمه عسكريه لاني قتلته علني، هاخد براءه ما تقلقيش. بتقول له يا ريت تفضل فاكرنا وما تنساناش. بيقول لها انت عارفه انا اللي هعمله بعد ما امشي من هنا ايه؟ بتقول له هتعمل ايه؟ بيقول لها هفضل افكر فيك يا جميل، خليكي في انتظاري. بيسلم عليها هو بياخدها بالحضن. وهنا بينتهي الفيلم وبيبدا الفيلم مع ريزا. بيجي له اتصال واللي بيكلمه بيقول له خلي بالك في شخص هيهجم عليك دلوقتي حالا. بيقول له مين هو ده؟ بيقول له ما نعرفش اي معلومات عنه، المهم امشي من عندك بسرعه. وها هو الولد العنيف العنيد القاهر الجارح كران بيقول لصاحبه بالا قوم يلا احنا وصلنا. وفعلا بيوصل هناك بيلاقي المخرج مجهز له السلم، بيطلع عليه ولكن بيلاقي الحرس في وشه. تفتكر انهم هيوقفوها صديقي؟ لا والله، رغم انهم باسلحه فتاكه بيخش عليهم بالبزازه دي وبايده بيخلص على اول اتنين، بيخش على اللي بعدهم كلهم بيكونوا شايلين سلاح، ولكن كران ولا همه بيخش وسطهم وبيبدا يكسر في عظمهم واحد ورا التاني. بيخلص على المجموعه دي وبيخش على اللي بعده، بيخش في قلب معقلهم ولكن بيلاقي الرصاص حواليه من كل اتجاه. بيكمل طريقه بيلاقي الوحش العنيف ده في وشه، بياخدوا على السخن يمين في شمال. المهم بيخلص عليهم وبينزل تحت بيلاقي بركات، بيضربه وبيكمل طريقه. بيقابله زعبله بياخد منه السلاح وبيخلص على باقي زمايله بيه، بياخدها زحلقه لتحت لحد ما بيقابل شحاته، ولكن شحاته ما بيكونش سهل صديقي. تفتكر انه هيفرق مع ابو كران؟ لا والله، بيفوق له وبيمسك الكتاب ده بيشرح له كيفيه تطبيق عمليه اللوز بالليزر. بيخلص عليه وبياخد خرطوم الغساله ده وبينزل بيه لتحت، بيخش عند ريزا فبيجري منه، ولكن كران بيقفشه وبيقول له انا عايز اقول لك كلمتين بس. لا والله، يعني انت عامل الدوشه دي كلها علشان تقول له كلمتين؟ المهم بيقول له مين هو فيكي، ما بيردش عليه فبيضرب طلقه جنب ودنه. بيقول له خلاص هتكلم. فيكي ده اكبر عميل مسؤول عن غسيل الاموال، بيغسل فلوس للرتب والناس التقيله في البلد، ولكن مش هتقدر تمسكه لانه هرب النهارده على ماليزيا. بيقول ها جيت في وقتك يا بالا، تعالى. فيكي هرب، جهز سلاحك علشان تضرب. بيقول له هتقتلني ليه؟ انا قلت لك على كل حاجه اعرفها. بيقول بالا اضرب طلقتين، واحده في رجلي والتانيه في جنبي هنا، خلي بالك من الكبد يلا. بيقول له يا عم انت اتجننت؟ بيقول له مش انا، الحكومه اللي اتجننت، اصلا انا جاي تايوان علشان اقتلك، وعشان اقتلك ويبقى قانوني لازم اثبت ان حصل ما بيننا اشتباه. بالا يلا اضرب. وفعلا بيضربه في رجليه وجنبه. ريزا بيهرب ولكن كرم بيديها له، هو بيقول لبالا روح حط المسدس في ايده، هو بينام مكانه. بعدها بشهرين بيفوق، رئيسه بيروح له المستشفى وبيقول له لا حلوه الرسمه دي، ابوك وامك دول صح، ويعرفوا بقى ان ابنهم بطل وخاطر بحياته علشان البلد. بيقول له دي حاجه بسيطه يا فندم. بيقول له طيب مستعد ترجع امتى الشغل؟ بيقول له دلوقتي حالا يا فندم. وفعلا بيروح معاه وهم في الطريق بيقول له معلومات ريزا فادتنا جدا، فيكي واقع في المصيده وامبارح قبضوا عليه في ماليزيا. بيقول له بما ان الفريسه وقعت ليه استدعيته الصياد؟ بيقول له لان في تطورات كتير حصلت، تعالى معايا. هو بياخده على المخبأ السري، بيقول له بص الشخص ده وده وده. بيقول له مين فيهم بقى فيكي؟ بيقول له الثلاثه فيكي، في ماليزيا مسكوا واحد منهم والمفروض انه فيكي، ولكن احنا مش متاكدين ان ده فيكي ولا لا. وطبعا الشعب ما يعرفش الكلام ده لانهم لو عرفوا الكلام ده هيفقدوا الثقه في الحكومه. فيكي بيغير شكله بسهوله ومش بالسهل توصل له، بيغسل فلوس لاخطر واقوى واغنى ناس في البلد، واكيد الناس دي من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد. فيكي لو وقع هنوقع ناس كتير معاه وهنرجع فلوس الناس الغلابه اللي اتنهبت منهم. في الوقت ده ليلى وزيره الداخليه بتكون خارجه، فالصحافه بيسالوها بيقولوا لها امتى هتنزلوا فيكي الهند وترجعوا فلوس الناس الغلابه؟ بتقول لهم ما تقلقوش، وعد منا فيكي هيكون في اقرب وقت في السجن وهنرجع فلوس الناس الغلابه. في الوقت ده
بتلاقي ابنها دي شانج بيكون قاعد مع 2 من ضمن الناس اللي بتهرب فلوس بره البلد. بيقولوا له امك ناويه تقبض على فيكي وتدي فلوسنا للناس وتخرب بيوتنا. بيقولوا فيكي مش معاه فلوسكم انتوا وبس، ما هو معاه فلوسي انا كمان، ولو اتمسك كلنا هنروح في داهيه احنا وفلوسنا. وبعدين امي لازم تهدي الشعب بكلمتين، دي وزير الداخليه ما تقلقوش انا هسيطر عليها. وفعلا بيروح لامه بيقول لها خلاص يا ماما هتقبض على فيكي؟ بتقول له اكيد طبعا. بيقول لها فيكي لو اتقبض عليه انا هموت نفسي. بتقول له حرام عليك هتكون انت سبب في موتي، غور من وشي. بيعيط قدامها بيسيبها ويمشي. تاني يوم الوزراء بيكونوا عاملين اجتماع ورئيسهم بيقول احنا لازم نجيب اللي اسمه فيكي، وهدفنا الرئيسي نرجع فلوس الناس الغلابه. انت مش معانا ولا ايه يا ليلى؟ بتقول له لا انا معاك. في الوقت ده بالا وكاران بيروحوا لرئيسهم علشان يعملوا الخطه. كاران بيقول لهم احنا لازم نراقب كل الحفلات والفنادق ال5 نجوم علشان الاماكن ال5 نجوم ما بيروحش غير الناس الVIP. وفعلا بيروحوا فندق 5 نجوم وكاران بيشوف وزيره الداخليه ومعاها ابنها. كاران بيقول له بالا انا عايزك تجيب لي رقم الغرفه بتاعتهم. بيقول له خلي بالك ما تودينيش في داهيه. بيقول له يا عم انت مالكش فيه، اعمل اللي بقول لك عليه. بيتصل برئيسه هو بيقول له وزيره الداخليه وصلت ومعاها ابنها. بيقول له ده معناه ايه؟ بيقول له انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل. ابن وزيره الداخليه هيقابل رتب كبيره في البلد. بيقول له خلي بالك الناس دي مش سهله خالص، ممكن يودونا في داهيه في لمح البصر. بيقول له عيب عليك خليك ورايا وودع الاولاد قبل ما نتحرك. في الوقت ده بالا بيجيب له رقم الغرفه، بيروح الغرفه وبيزرع لهم كاميرات في كل مكان فيها، هو بيحط لهم مايك علشان يسمعهم بيقولوا ايه. المهم بيخلص زرع وفعلا ابن وزيره الداخليه بيجتمع معاهم وكرام بيسمعهم وهم بيقولوا ازاي فيكي يتقبض عليه بالسهوله دي، يعني ايه نهرب 14 مليون دولار يروحوا في حسابات مجهوله ما نعرفش عنهم حاجه، احنا لازم نقتل الكلب اللي اسمه فيكي. بيقول له ده بس نقتله ازاي وهو معاه فلوسنا؟ ما تقلقش ماما ليلى هتبعت فريق هيجيبوا فيكي من ماليزيا وبعد ما يرجع لنا فلوسنا هنقتله. بيقولوا له خلاص احنا عايزين نقابل الست الوالده علشان نعرف الفريق اللي هتختاره. بيقول لهم تمام ماشي. وفعلا بيقابلوا ليلى بتقول لهم ما تقلقوش انا هبعت افضل فريق عندي لان فيكي مش سهل خالص، لو بعت لهم فريق اي كلام هيهرب منهم بكل سهوله، ولو هرب ممكن الشرطه في ماليزيا تقتله وانتوا طبعا عايزينه يرجع سليم مش في علبه جبنه. بيقول لها طب وفين الفريق الجامد اللي انت هتبعتيه ده؟ بتقول لهم اول واحد هي المساعد باكتور، كان في اكتر من 5000 مواطن عاملين شغب في الشارع. اتصلت به ليلى قالت له انا عايزه الشارع يفضى حالا. نزل لل5000 بطوله زي الاسد وخش فيهم ضرب، الكل بيجري منه زي الفراخ. تاني شخص وهي بهافانا بتستحمى بصابونه سفانا واي حكايه معاها خلصانه، مستعده تقتل اي مجرم مقابل الفلوس والهدايا، تاخد 200 جنيه وتلخصي معايا. ده الشخص الثالث بيكون زفر شبه عبقرينه، الهرم الرابع في الكمبيوتر وفي مجال الهاكر. الشخص الرابع شارد وده شغلته يا صديقي عصفوره. بيقولوا لها تمام بس احنا كمان عايزين نعرف خطتك. بتقول لهم الفريق ده هيحط فيكي في حبس انفرادي وهيبداوا يحققوا معاه علشان يعترف، وهو طبعا مش هيتكلم بقى هينزلوا ضرب فيه. بعدها هياخدوه على المستشفى ومن المستشفى هيهربوه من بره لبره. كرم بيعرف الفريق اللي اختارته ليلى هو بيقول الفريق ده ضعيف جدا، دول لو رايحين رحله مش هيختاروا لها فريق بالشكل ده، اكيد في نيتهم حاجه وحشه، انا لازم اسافر معاهم على المهمه دي. فبيروح لشراد البيت بيخش عليه الحمام هو بيقول له بص انا ممكن اوقفك على الصابونه دي دماغك هتتكسر وهتموت، وعندي بدل الطريقه 50 طريقه اقتلك بيهم وكلهم هيبينوا انك موتت نفسك بالغلط، فانت تسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه. هتروح على المستشفى وانا هناك مظبط كل حاجه. وفعلا بيروح على المستشفى وهو بينام على السرير. ليلى بتروح له وبتقول له هو ايه اللي حصل له؟ ما بيردش عليها. بتسال الدكتور بيقول لها جات له سكته دماغيه. بتقول له ده من ان شاء الله. بيقول لها ده بيحصل فجاه وهو ممكن يحصل لك انت كمان. بتسيبه وتمشي وكرم بيروح المطار وهو بيقابل الفريق بيتعرف عليهم. هو بيقول لهم انا جيت بدل شراد لانه تعب وفي المستشفى مش هيقدر يجي معاكم. باكتور بيتصل بوزيره الداخليه وبيقول لها ده في واحد اسمه كران جاي معانا المهمه. بتقول له علشان شراد في المستشفى هو الخليه الخاصه اللي بعته بداله كران، الواد ده مش سهل ما عندوش لا قلب ولا رحمه قدام المجرمين ودقيق جدا في شغله، خلي بالك منه وراقبه باستمرار. بيقفل معاها او بيركبوا الطياره وبيسافروا. بينزلوا مطار ماليزيا بيستقبلهم مسؤول السفاره الهنديه اير او بياخدهم على المخبأ السري. وهم في الطريق باكتور بيقول لكران ايدك ورجلك تحت امري. بيقول له اذا كان ايدي ورجلي مش تحت امري انا هيبقوا تحت امرك انت. بيوصلوا المخبأ وباكتور بيتصل بليلى وبيقول لها كران ده دماغه ناشفه هيسبب لنا مشاكل كتير في المهمه. بتقول له زي ما عملش اللي احنا عايزينه اقتله وانا هظبط كل حاجه في الهند هنا ما تقلقش. بيقفل معاها والفريق كله بيروح لفيكي. كلهم بينصدموا لما بيلاقوا فيكي على كرسي متحرك وفيكي بيفضل يضحك. في الوقت ده بيتضرب عليهم صاروخ من الاوضه، كلهم بيفضلوا باصين عليه. ايوه هو ده الصاروخ يا صديقي. كلهم بيفضلوا مركزين معاها وفيكي بيقول لهم جرى يا شباب دي المدام خلوا فيه من الاحمر شويه. بتسلم عليهم كلهم وبتيجي عند كران بتسلم عليه بضمير وهو بيبادلها نفس الضمير. فيكي بياخد باله هو بيقول له ايه رايك؟ انا عارف ان حبيبتي جامده هو نعم الرجوله فيك يا اخويا. المهم بيبوس ايديها هو بيقول حبيبتي مراتي دي انقذتني من الموت. بتقول له ما تكسفنيش يا حبيبي. بيقول لهم كفايه محن او بيسيبهم ويمشي. ماريا بتقول لفيكي انا عرفت انهم هيرجعونا بكره الهند. بينصدم وبيقول لها لو رجعونا الهند مش هنعرف ناخد بطار بنتنا تارا. بتسيبه او بتروح تخبط على كران بيفتح لها وبيقول لها ايه جاي تغطيني قبل ما انام؟ بتقول له لسانك حلو.
بيقول لها بتعلم منك. بتقول له انت شخص ذكي جدا. بيقول لها ما لو فضلت تبص لي بالشكل ده دماغي هتوقف عن التفكير. بتقول له ما هو انت كمان نظراتك ليا هي اللي كحرتتني لحد هنا. بيقول لها انا ببص لك كده لانك تهبلي. بتقرب منه علشان تقول له كلمه سر في بقه، ومره واحده بترجع تاني. بتقول له انا بحب جوزي جدا. بتقول له انا مستعده اعمل اي حاجه علشان جوزي. احنا كان عندنا بنوته زي القمر، كنا اسره بسيطه انا وجوزي وبنتنا، كنا في منتهى السعاده. كان جوزي شخص كويس جدا، كان شغال في شركه مصرفيه وكان متفوق جدا في شغله وبيتعامل مع الشخصيات المهمه في جميع انحاء العالم. وفي يوم شخص عرفه على اشخاص سياسيين ورجال اعمال في حفله كانت عاملاها الهند. تاني يوم الناس دي بعتوا له دعوه على الغداء وعرضوا عليه ان يغسل لهم فلوسهم، ولكن فيك بيرفض. ظاهر ان الغساله كانت بايظه، فبيقتلوا السيد الوالد وبيهددوه بامه ومراته وبنته. بيرجع لهم تاني وبيقبل انه يغسل لهم الفلوس بتاعتهم لانه صلح الغساله. وفي الهند الحكومه بتعمل له سجل اجرامي وبتشوه سمعته، ومره واحده ضميره بيصحى وبيقول انا هفضل لحد امتى اسرق وانهب في فلوس الناس الغلابه اللي في بلدي. وبيقرر يبلغ السلطات الهنديه، وماريا بتشجعه على القرار ده، وفعلا بيبلغ وزاره الماليه بالفلوس اللي بيغسلها. تاني يوم بيكون راكب العربيه ومعاه بنته تارا، والعربيه بتنفجر بيهم. بنتهم بتموت ولكن فيكي ما بيموتش. هو انا كمختار مصدق لان فيكي ضد الانفجار والنار والغبار. المهم من يوم الحادثه وهو قاعد على كرسي متحرك، ومن ساعتها فيكي عايز ينتقم لبنتنا وحالف لا يحط الكلاب دول في السجن. كرم بيقول لها تفتكر اني هصدقك بالسهوله دي؟ بتقول له تقدر تتاكد من السجلات وانا هقنع فيكي يقول لك على اسمائهم والادله على جرايمهم، وهخليه يقول لك كمان على مكان الفلوس. بيقول له ايه المطلوب مني؟ بتقول له تسجن الكلاب دول وتهربنا على تايلاندا، هنبدا حياتنا انا وجوزي هناك من جديد. وبتقول له كلمه سر في بقه، بياخدوا حبه وقت حلوين. الظاهر ان الموضوع كبير. بتخلص وبتقول له انا مستعد اعمل اكتر من كده لو حابب. بتسيبه وتمشي. تاني يوم بيروح لظفار وبيقول له انا عايزك تخش لي على السجلات علشان يتاكد من كلامها. وفعلا كل كلمه قالتها ماريا كانت حقيقيه. بعدها السفير الهندي بيقول لهم احنا هنغير الطريقه اللي هنرجع بيها فيكي، هتركبوا مركب تبعنا هتوصلكم حدود تايلاندا، هناك هتلاقوا فريق مستنيكم هياخدوكم على طياره خاصه هتوصلكم الهند. وفعلا بيتحركوا على المركب. ماريا بتقول لكاران انا مستنيه منك الرد، وهم في المركب بيجي تليفون لباكتور بيطلع فوق يتكلم. كاران بيروح لفيكي وبيقول له انا ايه اللي خليني اهربك؟ بيقول له من غير سبب. بيقول له طب ايه اخبار الفلوس اللي نهبتها من ملايين الناس الغلابه؟ اخلص وخش في الموضوع. بيقول له في المركز التجاري في هناك خزنه خاصه بيا، الخزنه دي فيها المفتاح اللي هيوصلنا للفلوس، وبمجرد ما اخد الفلوس هنفذ لك كل اللي انت عايزه. في الوقت ده بيهجم على المركب قراصنه وبيقتلوا امن المركب اللي في الدور الارضي وبيطلعوا فوق. طلعوا لقدرهم ما يعرفوش ان في وحش عنيف على المركب اسمه كاران بيخش عليهم وبيبدا يكسر في عظمهم واحد ورا التاني، والقطه الشرسه بهفانه بتخربش معاه وهو مستمر تكسير في عظمهم بيخلص عليهم كلهم. بياخد فريقه على جنب وبيقول لهم احنا هنغير الطريق وهنروح على مكان تاني. باكتور بيقول له بس مش هو ده اللي قالنا عليه ايار. بيقول له الطريق ده خطر وممكن فيك يموت وما نعرفش نرجع فلوس الناس، احنا هندخله تايلاندا ومن هناك هناخده على الهند. وفعلا بينفذوا كلامه، هو بيتحركوا على تايلاندا. بيوصلوا هناك والشاب ده بيركن عربيته. في الوقت ده كرم بيطلع الحرامي اللي جواه وبيسرق المفتاح من الراجل، هو بيركب فيكي وماريا وبهفانا، هو بيرفع السلاح على باكتور وزفار وبياخدهم ويهرب. وهم في الطريق بهفانا بتقول له انا وقعت في حبك يالا، ولكن بعد اللي عملته ده انا رجعت في كلامي. بيقول لها لو مش عاجبك انزلي، وفعلا بتنزل وبيكملوا طريقهم. في الوقت ده زفار بيكون وراهم بالموتوسيكل بياخد بهفانا وبيكمل وراهم. كرم بيوصل هناك وبينزل يجيب الكرسي الفيكي. في الوقت ده ماريا بتنزل من العربيه ومره واحده بتيجي عربيات كتير جدا. كرم بيحس بالغدر وماريا بتقول له فيكي يلا يا حبيبي. فيكي بينزل من العربيه وبيمشي على رجليه زي القرد. في الوقت ده كرم بيقفش رقبته وبيقول يا ولاد الهرمه وربنا ما انا سايبه. بتقول له ما يغلاش عليه. بتقتله وبتقول له خلي الباقي علشانك، انت غلبان قوي يا كران، هو ما تعرفش ان فيكي ده يبقى انا. الكل بينصدم. هو بتقول له فاكر القصه اللي حكيتها لك؟ القصه كانت كلها حقيقيه ولكن الكذبه الوحيده انها قصه ناس تانية خالص ما تخصنيش. بص انت السبب اني اهرب علشان كده هسيبك تعيش، ولكن البت دي ملهاش حاجه عندي. بتضرب بالسلاح على بهفانا ولكن زفار بيروح في دقيقه بيبعدها وبياخد الطلقه مكانها. ماريا بتهرب وكرم بيجري على زفار. هو بيكون في منتهى الحزن. بيتصل بمسؤول السفاره ايار، هو بيقول له زفار اتقتل عايزين نرجعه الهند بشرف. بيقول له انت بالذات ما تتكلمش عن الشرف، انت السبب في المصايب دي كلها. بيقفل معاه وبياخد بعضه ويمشي. بهفانا بتقول له انت هتسيب زفار وتروح فين؟ بيقول لها احنا لازم نجيب الكلبه اللي اسمها فيكي. بتقول له استنى انا جايه معاه. في الوقت ده بتوصل فيكي وبتاخد المفتاح من الخزنه. كرم بيوصل لها وبيفضل ماشي وراها. وليلى بتقول لايار كران ده خاين لازم تقبض عليه قبل ما يعمل اي حاجه تاني. وفعلا الشرطه تبدا تدور على كران وبهفانا. كرم بيزنق فيكي في الحته الفاضيه دي. بيقول لها استني عندك واخيرا قفشتك. بيضحكوا عليه بسخريه لان بيكون معاها 2 نينجا من الدرجه الاولى بيكونوا لابسين قفازات. كرم بيرفع عليهم سلاح ولكن بيخطفوه منه. تفتكر انه هيسيبهم يا صديقي؟ لا والله، بيقوم عليهم وبيبدا يتعامل معاهم بكل غباء. ولو هم معاهم قفازات فكران الكذاب معاه سدس عربيات. والسفانه بتمسك التاني بتزحلق فيه يمين وشمال وبتخلص عليه، وكرم بيخلص على اللي معاه. تفتكر ان الحكايه خلصت يا صديقي؟ قولها انت بقى. بيخرج عليهم
اكتر من 5 نينجا كمان، ولكن ولا بيفرق مع الوحش كران. بيخش عليهم وبيبدا يكسر في عظمهم بكل شراسه. ما تقولش مختار كوكلي في زمانه وفيكي بتكون خلاص هتهرب، ولكن كران بيقول لها على فين؟ هو انا اتاخرت عليكي؟ انجزي هات المفتاح. بتقول له انت هتعمل ايه بالمفتاح؟ ده ما بيفتحش غير خزنه في البنك فيها حته شنطه، والشنطه دي عباره عن لابتوب اللي تقدر من خلاله تتحكم في الفلوس، ما بيفتحش غير ببصمه ايدي ونظره من عيني. فلو اديتك المفتاح وقدرت اصلا تجيب اللابتوب مش هتعرف تعمل بيه اي حاجه، لان كلمه السر في دماغي انا وبس. بيقول لها خلاص هقتل الخروف اللي معاكي واخدك انت والمفتاح. في الوقت ده باكتور بيوصل لهم، هو بيرفع على كران السلاح، بيضرب عليه طلقه بتيجي في السلاح بيترمي من ايده. بيقول لي فيك اركب العربيه وبعدين هنبقى نتفق على النسبه، خدمه البلد ما نفعتنيش بحاجه. وفعلا بيركب معاها ومسؤول السفاره بيقبض على كران. وفيكي بتقول لباكتور هو انت ليه عملت كده؟ بيقول لها انت عارفه خدمه البلد ما تاكلش عيش. ايكي بيقول لها ما تثقيش فيه ده شرطي. بيقول له عندك حق بس يكفيك شر الشرطي لما يبص للفلوس. بتقول له انت عايز كام مني؟ بيقول لها انا مش هقبل باقل من 10%. وكران وبهافانا بيدخلوهم السجن. بهافانا بتقول له ملعون ابو قلب اللي مبهدلني معاك، انا ايه اللي خلاني اسمع كلامك؟ في الوقت ده بيخش عليهم اير. كران بيقول له هو انتوا ناويين لي على ايه؟ بيقول له هتتحاكم في دلهي. بيقول له بجد؟ طب اديني التليفون واخرج بره. بيقول له ليه يعني؟ بيقول له لان رئيستك هتزعل لو ما اديتنيش التليفون. وفعلا بيديله التليفون وبيتصل بليلى. بيقول لها ازيك يا ست الناس؟ بتقول له كران هو انت ازاي خدت التليفون من اير؟ شكلك قتلته هو كمان. بيقول لها بفكر اعملها، اسمعي كويس اللي هقوله لك. باكتور تلاقيه طلب 10% ومش هيعرف يرجع لكم فلوسكم، انا بقى هاخد 20%. هو انت عارفه انا هقدر ارجع لكم الفلوس وكمان فيكي على البيعه. بتقول له اتفقنا. بيقول لها طيب كلم المسؤول خليه يخرجني من السجن ويسيبني اتعامل براحتي. بتقول له تمام. وفعلا بيخرجوه من السجن وبيتفرج على تسجيلات الكاميرا لما كانوا هياخدوا فيكي المضروب على الهند. في الوقت ده كرام بياخد باله ان هو بيدي الانجيل للست كوكي، بتاخد الانجيل ولكن بيكون شكله غريب. الست كوكي دي اللي كان فيكي متأجر البيت منها. كرام بيقرر يرجع للست كوكي علشان ياخد منها الانجيل. بيروح لها البيت ولكن بيلاقيها مقتوله. بيفضلوا يدوروا على الانجيل ولكن ما بيلاقوش حاجه. بيلاقوا تليفونها فبياخدوه على المعمل الجنائي. بيفتحوه بيلاقوا فيديو توثيقي مصوراه كوكي وهي بتوصل الانجيل للشخص ده علشان تبعت الفيديو لفيكي وتبين انها سلمت الكتاب للشخص المناسب. كرام بيقول احنا لازم نوصل للشخص ده. اير بيجيب له الملف بتاعه وبيقول له ده جيمي هندي مطور برامج وهاكر عالمي. بيقول له احنا لازم نوصله، ده املنا الوحيد علشان نوصل لفيكي. وفيكي بتقول لرجالتها طالما الشرطه لقت تليفون كوكي يبقى اكيد جيمي في خطر، لازم نخلي بالنا منه. باكتور بيقول لها جيمي ده مجرم وقربنا منه هيشبهنا. وكرام بيقول انهم هيخلوا بالهم من جيمي وانا عايز جيمي على انفراد. احنا لازم نحسسهم بالامان ونعرفهم باي وسيله اني انا هترحل على الهند. في الوقت ده هيطمنوا. وفعلا ايكي بيقول لفيكي كران هيترحل على الهند بكره. باكتور بيقول له ممكن يكون ده تمويه، لازم نشوف الكلام ده بعينينا. بيراقبوه وبيفضلوا وراهم لحد المطار. بيتاكدوا ان كران خلاص نزل الهند. بيرجعوا لفيكي تاني وبيقولوا لها حصل احنا شفناه بعينينا وهم مصفرينه. وكران بيقول لهم احنا كده هنعرف نراقب جيمي على راحتنا. بيروحوا يراقبوه وبيكون خلاص هيشوفهم ولكن بهافانا بتقول له كلمه في بقه عملت كده علشان تداريه. كتر خيرك يا بنتي. المهم بيفضلوا وراه لحد ما بيعرفوا بيته. بهافانا بتفضل مأمن عليه وكرام بيروح عنده البيت. بيفضل يقلب يمين وشمال ولكن ما بيلاقيش حاجه. بيكون خلاص ماشي ولكن بياخد باله من الصرصار ده وهو بيخش تحت الحيطه. فبيعرف ان المكان اللي دخل منه الصرصار ده في اوضه سريه، المفروض بقى يشكر الصرصار. بيخش جوه وبيبدا يقلب في الكمبيوتر بتاع جيمي. وجيمي بيكون خلاص راجع البيت ولكن بهافانا بتعطله شويه. بيسيبها ويمشي. بتتصل بكران ولكن ما بيردش. فبتروح ورا جيمي وكران بيحل الشفرات بتاعه الانجيل وبيعرف ان الهارد ده هو المسؤول عن تحويل الفلوس للحسابات المجهوله. في الوقت ده جيمي بيوصل البيت بيلاقي الباب مفتوح. فبيعرف ان في حد جوه. بيشد الاجزاء وبيدخل بيته ولكن بيلاقي كرام مستنيه. بيخبطوا على الارض ولكن من الخضه بيضرب طلقه. بهافانا بتكون فاكره ان كرام مات فبتطلع جري عليه ولكن بتلاقيه عايش. فبتاخده بالحضن. كفايه احضان، الواحد اخر حد حضنه في حياته كان ابو يوسف لما رجع من السفر. المهم كرام بيقول لجيمي انا في ايدي اوديك المستشفى اداوي لك جراحه وفي ايدي اوديك الاخره تتحاسب على ذنوبك. فاسمع اللي هقول لك عليه. انا عرفت انك مطور برنامج بينظم الحسابات عن طريق هارد وبيحول الفلوس بضغطه زر منك. وكمان خدت الهارد اللي عليه كل الحسابات اللي فيك هتحول عليها الفلوس. بيقول له ارجوك اديني الهارد، لو فيك عرفت مش هتكتفي بموتي. بيقول له خد انا عايزك تديه لها اصلا. بيستغرب وبهافانا بتستغرب هي كمان. بتقول له انت متاكد من اللي انت هتعمله؟ بيقول لها ما تقلقيش. وفعلا جيمي بيسلم الهارد لفيكي وكرام بيكون مراقبه وبيطب عليهم. بتقول له انت لسه موجود هنا ما مشيتش؟ بيقول لها فضلت موجود علشان اوقعك واخيرا وقعتي. زي كل مره يقول لها واخيرا وقعتي وبرضه بتهرب يا صديقي. عيل خرع ملوش لازمه. ولكن المره دي بيخش في اشتباك معاها فبتقتل جيمي وبرضه بتهرب. هو كرام بيكون في منتهى الحيره. خدها مني نصيحه يا ابني، انت تسيب التمثيل وتيجي تبقى عندنا ترمس على الكورنيش. المهم بهافانا بتبص لفيكي وبتكون في منتهى الغضب من فشله كل مره. بيزعل وبيروح على الكنيسه. بتروح وراه وبتقول له ايه يا ست انا ست انا ايه يا ست انا. الله ايه يا صديقي انت هتسرح في الاغنيه؟ تحب اسيب الفيلم واغني لك؟ المهم بتقول له يا عم خلاص بقى ما تزعلش، كل حاجه هتبقى تمام وانا معاك حتى لو على موتي. بيروح البيت بتتصل به فيكي وبتقول له انا عارفه انك هتيجي بكره ورايا وانا رايح اجيب اللابتوب من البنك،
انت دماغك ناشفه قوي، هتفضل لحد امتى تخسر مني؟ انت ما بتزهقش؟ بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ بيقول لها واحنا بنتدرب بنفضل نحاول مره واتنين لحد ما بنتعلم، وانا هفضل احاول لحد ما اكسب. نتقابل في البنك. هو بيقفل معاها وفعلا بيروح عند البنك، والسيد اير بيتصل بيه وبيقول له مش هي اللي هتروح، ده شخص تاني هيكون لابس بدله سودا وماسك شنطه فضي، الشنطه دي هي اللابتوب. وفعلا بيخرج شخص من البنك بنفس المواصفات، بيخرج واحد تاني بنفس المواصفات، وكمان بيخرج التالت والرابع والخامس لحد ما بيبقوا مجموعه كبيره. وده بيكون تمويه من فيكي علشان كرام ما يعرفش مين الشخص الحقيقي اللي معاه اللابتوب، ولكن كرام بيكون عامل حسابه بيخرج النضاره دي وبيكشف اللابتوب الاصلي، بيتاكد من الشخص وبيكون خلاص رايح وراه، ولكن العربيه دي بتقف في وشه فبينزل ياخدها جري وراه. وصدق او لا تصدق يا صديقي بيحصل العربيه، وانا كمختار مصدق، اصل يا صديقي بيعلموهم في الجيش يكذبوا كتير في الجري. المهم بيوصل للعربيه، ولكن العربيه بتخش مكان مليان حرس، بيقتل اول واحد وياخد سلاحه وبيخلص بيه على باقي زمايله، والشخص ده بيسلم اللابتوب لفيكي، وكرام بيكون مستمر في تكسير عظم رجالتها اللي بيكونوا كلهم متسلحين، وهو بيكون بدراعه محسسني ان دراعه متعدد. المهم فيكي بتوصل الهارد اللي عليه الحسابات اللي خدته من جيمي، وبتبدا تحول الفلوس لحسابها. بيبدا التحميل. في الوقت ده كرام بيطلع لهم، بيضرب الهيتيا ده فبيخش عليه باكتور، وهي واحده اتنين تلاته والرابعه بتكون قاضيه يا صديقي. بيخش على الحمار الوحشي ده، ولكن بيكون شديد عليه شويه يا صديقي، هو بيكسر عظم كران. قوم يا كران قوم يا حبيبي، فلوس الناس الغلابه هتضيع يا ضنايا. وفعلا كرام بيسمع الكلام وبيفوق له، هو بيديله واحده اتنين والتالته بيكون على الارض، بيحاول يقوم تاني فكرام بيديله ركله فرديه خلفيه بيوقعه تاني. الحمار بيولع نار وبيفوق له وبيبدا ضرب في كران. كران يسيبه؟ لا والله، بيخش عليه وبياخده يمين في شمال وبيديله واحده اندرا بوكس على الطاير. في الوقت ده بيمسك بقه هو بيقول ايه ده كاتشاب، فبيخرج له سكينه من جيبه. تفتكر ان كران هيسيبه؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله، بيتعامل معاه هو بياخد السكينه منه وبيشلفطه بيها، هو بيجري عليه بيديله ركله مزدوجه على الطاير، بيجري عليه تاني وها هي الضربه القاضيه يا صديقي. بياخدها ما بيقومش تاني، بيروح لفيكي فبتخاف لا يقتلها، بتكون عايزه توقف التحويل ولكن كرام بيمنعها. التحميل بيكتمل وبيتكتب تم التحويل بنجاح، ولو مش مصدق اسال سماح. بيقول لها هو ده المطلوب، اصل الفلوس ما راحتش لحساباتك، الفلوس رجعت لاصحابها. كل مره كنت بتكسبيني فيها كنت بسيبك تكسبي بمزاجي، ولكن في النهائي انا اللي لازم اكسب. هو فعلا كسب، لو ما كنتش جيتي تايلاندا ما كناش هنوصل للفلوس، والهجوم اللي حصل على السفينه كان مجرد تمثيل، والاكشن اللي انت شفتيه كان برضه تمثيل. باكتور قوم يلا خلاص التمثيليه خلصت. باكتور بيقف وبيروح يسلم عليه وبياخده بالحضن، هو فيكي بتكون في منتهى الذهول، وبهافانا بتقول لها كنت فاكراكي ذكيه، ولكن كرم طلعت دماغه فولاذيه. كرم بيقول لها اللعبه محسومه من زمان قبل ما يسافروا المهمه. ليلى وزيره الداخليه راحت لكرم وقالت له انا مش هقف في طريقك، بالعكس انا في ظهرك، ولكن مش هينفع اساعدك بشكل علني لان مفهمه السياسيين ان انا في صفهم علشان احمي ابني وابقى عارفه كل تحركاتهم، انا هساعدك من بعيد لبعيد. الوزير بيقول له الوزيره لازم تتصرف كده لان ابنها كمان متورط معاهم، خد الهارد ده فيه الحسابات بتاعت كل المزارعين وبيها تقدر تحول لهم فلوسهم تلقائي. وفعلا لما راح بيت جيمي بدل الهاردات، شال الهارد اللي فيه حسابات فيكي وحط الهارد اللي فيه حسابات المزارعين. انت بنفسك رجعت حق 30 مليون مزارع هندي فقراء. وفعلا يا صديقي الفلوس بتكون اتحولت والمزارعين بيكونوا في منتهى السعاده برجوع فلوسهم. بيقول لها ها ايه رايك مين فينا اللي كسب؟ باكتور بيقول له مستعد يا صاحبي. بتقول لهم تستعدوا على ايه؟ انتوا مش هتعرفوا تمسكوا عليا اي ادله. بيقول لهم مين قال لك ان احنا هنقبض عليكي؟ وباكتور بيقول لها احنا جيل جديد بنطبق العداله بطريقتنا. فهبانا بتقول لهم سيبوا لي الطلعه دي انا هاخد حق زميلنا ظفار، وبتنشها طلقه بتريحها مكانها وبتموت. بياخدوا كل حاجتها وبتتم المهمه بنجاح يا صديقي. وهم في طريقهم للهند رئيسهم بيتصل بكران وبيقول له عاش يا وحش يلا مستعد للمهمه تانية يا اسد؟ بيقول له اكيد يا فندم. بيقفل معاه وبهافانا بتقول له بقول لك ايه قبل ما ننزل الهند عايز اقول لك كلمتين، ومش هقول لك قالتهم له فين يا صديقي علشان الموضوع كان سر. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه، وهتوحشني والله يا صديقي. سلام.